السلام عليكم متابعيني الكرام، أهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهاردة إن شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن مشروبات الطاقة. هل هي مفيدة أم ضارة؟ هل يا ترى مشروبات الطاقة ضررها أكبر من المشروبات الغازية؟ وإذا كانت مشروبات الطاقة مضرة هل فيها نفع ولا كلها ضرر؟ يعني المفروض نتجنبها تماما ولا نشربها كده كنوع من أنواع المشروبات اللي ممكن تفوقنا أو بالبلدي كده يعني تعمل لنا دماغ. كل ده إن شاء الله هنتعرف عليه في الفيديو بتاعنا النهاردة. كمان هنتكلم عن كل حاجة تخص مشروبات الطاقة، مش هنتكلم عن ماركة بعينها، لكن هنتكلم عن النوع ده من المشروبات عموما وعن أضرارها الصحية. هل فعلا بتضر أجسامنا ولا ضررها مبالغ فيه؟ بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. طيب قبل أي حاجة كده خلينا نتكلم عن التوصيات اللي بتكون الشركات المنتجة لمشروبات الطاقة دي بتكون كاتباها على العبوة. هنلاقي كده، خلي بالكم معايا بقى في الكلام اللي هقوله. الشركات دي نفسها لا توصي بشرب هذه النوعية من المشروبات للناس أقل من 18 سنة. يعني هنا نخلي بالنا إن هي ممنوعة على الأطفال أو الشباب الصغير اللي هو أقل من سن 18 سنة. وفي نفس الوقت برضو الشركات المنتجة لمشروبات الطاقة برضو ما بتوصيش للناس اللي هم فوق ال 18 سنة إن هم يشربوا أكتر من عبوة من النوعية دي من المشروبات. ده بقى هنا هيدينا مؤشر مهم جدا إن المشروبات دي عليها بعض الاحتياطات اللي مش موجودة في المشروبات الغازية العادية. كمان النهاردة بقى هنتكلم عن 3 مكونات أساسيين في مشروبات الطاقة هم اللي عليهم الكلام كله. أولا هنتكلم عن الكافيين، ثانيا هنتكلم عن السكر، ثالثا هنتكلم عن مركب اسمه التورين واللي هو المادة الأساسية المكونة لمشروبات الطاقة. لو هنتكلم عن الكافيين هنقول ايه؟ ان اي انسان لو شرب عبوة من مشروبات الطاقة دي عبارة عن 300 او 400 مللي جرام، كده هيدخل جسمه حوالي من 120 ل 130 مللي جرام من الكافيين مرة واحدة. يعني بالتقدير كده كأنه شرب 3 كوبايات قهوة تركي البن اللي هو الغامق ده يكونوا مركزين. اذا هنا الخطورة في ايه؟ ان انا باخد نسبة كبيرة جدا من المنبهات مرة واحدة وبقوم مدخلها لجسمي. طيب الكلام ده معناه ايه؟ ان الانسان لو شرب اكتر من عبوة من مشروبات الطاقة دي يبقى كده هياخد نسبة كبيرة جدا من المنبهات اللي موجودة في الكافيين. طبعا هنا الكافيين هيديله جرعة كبيرة جدا منبهة، هيكون يقظ وناشط وكل حاجة ومصحصح، لكن الخطورة هنا في ايه؟ هيحصل له ضربات سريعة في القلب. كمان ده هيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. كمان هيلاقي ان بيحصل له اضرار في البول بشكل كبير. طب هنا برضو في ملحوظة مهمة جدا. لو الانسان شرب مشروبات الطاقة دي قبل النوم ايه اللي هيحصل؟ هيلاقي هنا ان هتحصل ان اعداد ساعات النوم هتقل، وكمان هيكون في أرق وهيكون في نوم مش كويس خالص. تمام. كمان اللي هيحصل ان تاني يوم بعد ما يصحى هيكون محتاج انه يشرب النوع ده من مشروبات الطاقة. وكمان مع مرور الوقت هيحس ان هو محتاج يشرب كميات اكبر عشان يبقى نشط اكتر وفايق وتبقى عينه مش مزغللة، مفيش صداع. تمام. هو ده اللي انا بتكلم عليه. طيب هنا بقى خلينا نتفق على حاجة. الانسان اللي بيشرب المشروبات دي او مشروبات الطاقة بيدخل في دايرة كده اللي هي ايه؟ كل لما يشرب منها هيحتاج يشرب اكتر من الكميات دي بكتير. علشان كده بنقول ان هو يعني ما بيقدرش ان هو يحافظ على تركيزه. كمان بيضطر ان هو يشرب الكميات الكبيرة دي عشان ما يخليش الصداع يجيله او عينه تزغلل مع الوقت. كمان الإنسان هنا بيحصل له إن هو بيكون مش قادر يستغنى عن النوعية دي من المشروبات نهائي. ولما بيسيب مشروبات الطاقة هنا بقى جرعة الكافيين اللي ما دخلتش الجسم دي بتخلي الإنسان في حالة من التشتت وعدم التركيز. كمان بيحصل صداع شديد جدا وعدم اتزان وزغللة في العين. كمان هنا نسبة السكر اللي هي تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة اللي موجودة في مشروبات الطاقة بيكون ليها علاقة كبيرة جدا ما بين كتير من الأمراض، وده نتيجة الإفراط في استهلاك السكر، خاصة السكر اللي موجود في مشروبات الطاقة. تالت حاجة بقى هنتكلم عليها مركب التورين اللي قلنا إن هو من المركبات الأساسية في مشروبات الطاقة. ده يا جماعة مركب أميني وبيكون يعني إيه؟ عامل زي مركب الكبريت كده، وهو أساسا مركب ثابت في مشروبات الطاقة.
ومركب التورين ده عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن حمض اميني كبريت بيدخل في تكوين مشروبات الطاقة، وتركيبه هو عنصر الكبريت. طبعا يا جماعة الحمض بيتركز في عضلة القلب، كمان بيتركز في خلايا المخ. طب هنا بقى لو شربنا عبوة مثلا 400 ملي، هنلاقي ان فيها 400 ملي مركب من التورين ده اللي هو حمض الكبريت. وده طبعا خطر جدا، لانه كده يعني احتياج زيادة عن النسبة الطبيعية للإنسان. وخاصة بقى لو أخدنا أكتر من عبوة، هنا بقى ممكن يكون في حمل كمان زيادة على الكلى. عشان كده الأبحاث ربطت بين مشروبات الطاقة دي وأمراض الكلى. هنا بقى ممكن تحصل مشاكل جامدة جدا في حالة الإفراط في تناول مشروبات الطاقة. زي إيه؟ رقم 1 هيحصل خفقان في القلب، رقم 2 هيحصل ارتفاع في ضغط الدم، رقم 3 هيحصل اضطراب في ضربات القلب، هيحصل كمان خلل في النوم، وهيحصل إضرار مفرط في البول، وكمان هيطرد الصوديوم من الجسم، وده هيؤدي إلى عدم اتزان في الأملاح في جسم الإنسان. كمان هتزيد من الأحمال على الكلى. يعني باختصار كده مشروبات الطاقة لا فائدة نهائي منها. يبقى الصح إيه بقى؟ لو هنشرب مشروبات الطاقة دي يبقى مثلا عبوة كل يومين أو 3 أيام. كمان نلتزم بالتوصيات اللي هتكون موجودة على العبوة اللي الشركة المنتجة هتكون كاتباها لنا، لأن لو ما التزمناش التوصيات اللي مكتوبة على عبوات مشروبات الطاقة اللي احنا بنشربها دي، هيحصل لأجسامنا يعني أمراض كتيرة ومشاكل كتيرة. وبجد يا جماعة يعني أنا ليا رأي، الحاجة المفيدة نشربها، الحاجة اللي ملهاش لازمة أو هتعمل لنا مشاكل صحية نبعد عنها وبناقصها، لأن صحتنا ربنا هيحاسبنا وهيسألنا عليها. بتمنى كده تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو بتاعنا النهاردة، وعرفتوا ايه هي مشروبات الطاقة. طبعا مفيش فوائد انا قلتها، لان بالفعل هي ملهاش فوائد خالص. تمام. وان شاء الله بقى انتظروني في فيديوهات جاية كتيرة بإذن الله. وكل اللي عايز نتكلم عن حاجة معينة يقدر يكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله اكلمكم عنها. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم، واستنوني في فيديو جديد. واللي ما عملش اللايك ما ينساش بقى يعمله، واللي ما فعلش الجرس يفعله علشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.